علاقه قويه جدا جدا باستاذ احمد، وساعات بكلمه واقول له انت ابويا وبيديني نصايح كتيره جدا جدا جدا، فعلاقتي معاه كويسه جدا. واستاذ احمد عمل اعتقد شورت فانيلا كاب، الفيلم اللي حقق نجاح جماهيري عالي جدا، وهو عنده 27 28 سنه. فبالنسبه لي انا بحس ان انا كمان متاخر، بالعكس انا ببص على امثله زي الاستاذ احمد، وبحس ان ده حافز ان انا محتاج اثبت نفسي اكتر، عشان الاستاذ احمد وجيله ابتدوا بدري على فكره، ما ابتدوش متاخر خالص، بالعكس ابتدوا ب 25 و26 و27. ده بالنسبه للسؤال ده. والسؤال الاخر كان عن الادوار الادوار والنصيحه. ماشي. ايه اللي بيحفزني؟ وهو شبه النصيحه شويه، ممكن هيردوا على بعض شويه. اللي بيحفزني طول الوقت ازاي ابقى اقدم، ودي اجابه يعني اكيد، يعني ازاي اقدم اللي انا عملته ده بشكل احسن عن اللي عملته المره اللي فاتت. هي بسيطه جدا بس جواها معاني كبيره جدا. الادوار اللي بالنسبه لي الوقت صح، هحاول على قد ما اقدر. الادوار انا بترعب كل مره، وجايه من حته ان انا عايز اقدم احسن. يعني انا دلوقتي داخل مسلسل مرعوب حقيقي، عايز اقدم دور يبقى احسن شكل، ازاي ابقى مختلف عن الدور اللي قدمته اخر مره. فعمر ما بيبقى في دور معين هو الدور ده اللي هيخوفني، او اللي هو هكون عايز اطلع فيه كل موهبتي. انا كل دور عايز اطلع فيه كل موهبتي، ولو في دور انا ما حسيتش ان انا عايز اطلع فيه كل موهبتي يبقى انا مش المفروض اعمله. يعني كل دور انا محتاج اعمله مؤخرا. لو انا طبعا في الاول الموضوع مش بيبقى كده، في الاول الواحد بيشتغل في ادوار هو مش عايز يشتغلها بس عشان يبقى انت واجب، وبيطلع من تحت. بس لما تبقى في حته كويسه، انا اي دور هعمله لازم، حتى لو طلع من تحت اول دور وانت مش عارف، لازم تحط فيه كل موهبتك. ولو ما تحطش كل موهبتك يبقى ما تعملوش. ودي شبه النصيحه لو حد عايز يبتدي مسرح 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 اهم مكان. المسرح هو اساس الممثل، هو اللي هيعلم الممثل، هو الحرفه الحقيقيه بتاعه الممثل، هو اللي هيحمي الممثل من حاجات كتير جدا. وهو لما الممثل يطلع على الكاميرا هيبقى عنده الادوات اللي هتجهزه ان هو يقدر يمثل قدام الكاميرا وهو عنده ثقه. بس